استاذ سعد، وش حل المشكلة العائلية؟ حلها في العائلة، ما تطلع خارج العائلة. هذا حل أي مشكلة عائلية. شوفوا، دائما أكبر غلط إن حياة العائلة تطلع خارج العائلة. أكبر غلط، سواء بالصح ولا بالغلط. يعني الشيء الزين والشيء الشين كلها لا تطلع خارج العائلة. هذه أشياء عائلية. أنا ضد وبقوة إن الواحد ينقل الأشياء العائلية برا، حتى الأشياء الزينة، مو بس الأشياء السلبية. يعني في أشياء سلبية وفي أشياء زينة، لكن تطلع برا أنا ضدها. شكرا يا المكبسين. طيب، وش تصنفها؟ وش أصنفها؟ الكومنتات ترى سريعة، ماني قادر أنا أركز على الكومنتات. لحظة. أحبك الله فيما أحببتنا فيه. مشروع القدية قصدك إني أزوره يعني؟ والله ما أدري. أنا أشوف المقاطع صراحة مرة إبداع، يعني صدق مرة إبداع. الواحد يتحمس إنه يروح، بس أحس الآن الجو شوي حار، يعني مو وقتها، شوي لين يبرد الجو. مع أن في ناس تفضلها الآن في الصيف يعني. أوكي، ممكن، ليش لا؟ ممكن فيها مسبح والله مرة جميل وكبير ما شاء الله، وفيها ألعاب مرة جميلة ومرة كبيرة. صراحة مشروع متعوب عليه. طيب، يا لب روحك حبيبي والله. طيب أبشر. شكرا يا رغد. هلا والله، أهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبتين. مكان ميلادك وين؟ أنا مولود في يوم 15 في السماء. هذا مكان ميلادي وتاريخ ميلادي كلها. أوكي. أستاذ سعد آمر تدلل. حبيبي والله حبيبي. تكلم عن طفولتك. طفولتي كنت هلال، بعدين اكتملت وكبرت وبلغت وصرت البدر كله. اشتاق لك يا حبيبي، لب روحك والله. وش الخبر المفرح؟ لا، هو خبر مفرح، بس ما صعب انك تقول اشياء خاصة فيك. دائما الاشياء الخاصة خلوها خاصة. ارجع واقول لكم، انا ضد ان الواحد يطلع خصوصياته للناس، لا الزينة ولا الشينة. يعني الناس فقط انك تعطيهم خبر، بس تتعمق بالتفاصيل انا ضدها. طيب. ابشروا. يا سعد تكلم عن المنتخب. كل اللي اقدر اقوله جزاهم الله خير، يعني انهم وصلوا لهذه المرحلة. عاد فازوا ما فازوا، انسحبوا انطردوا مدري ايش، وصولهم لهذه المرحلة من وجهة نظري أنا جزاهم الله خير، يعني أنهم وصلوا لهذه المرحلة. إن تقدموا فخير وبركة، ما تقدموا فالحمد لله، وصلوا نقطة معينة حلوة يعني ومجملة. هذا اللي أنا أشوفه، يعني هذا من وجهة نظري أنا. يعني مثل الآن لما الواحد يدرس الابتدائي، بعدين المتوسط، بعدين الثانوي، بعدين البكالوريوس، بعدين الماجستير، وما يتوفق في الماجستير وينسحب، هل نقول فاشل؟ لا، يبقى أفضل من اللي ما وصل لهذه المرحلة. في ناس ثانوي، في ناس بكالوريوس فقط، فكون أنهم وصلوا لهذه المرحلة جزاهم الله خير، شيء جميل وشيء حلو. مع أني ما تابعت أبدا نهائيا ولا فريق تابعته أبدا. أرحب، أهلا وسهلا، حياك الله. مين سما؟ دقيقة، مين لحظة، توقع سمر ولا مين؟ سمر أهلين، حياك يا مرحبتين. أهلا وسهلا، من زمان عنك. يا هلا وسهلا، حياك ربي، يا هلا، زمان عنك يا سمر، ما يوحشك غالي، الله يسعدك. طيب أستاذ سعد، وش رأيك في مشروع فتح مكتبة؟
فتح مكتبة، ما ادري والله، ما اقدر اقول دي ولا اقدر اقول لا، لاني ماني فاهم الموضوع مرة بس. اظن وانا ما ادري انه مشروع حلو وفيه ارباح. ليش؟ لانه منتشر بكثرة. بس في تقريبا مشاريع افضل. اهلا يا بدر، حياك الله. استاذ سعد آمر تدلل. وش رايك في تخصص الإدارة؟ أي تخصص في الإدارة أنا أشوف إنه حلو. هذا واحد. اثنين، دائما لا إله إلا الله، أنت لما تجي بتتخصص شوف التخصص اللي أنت تحب هذا التخصص. يعني لا تمشي وراء أهواء الناس، لا تمشي وراء الشيء اللي الناس تمدحه. في ناس كثير يمشون وراء الأشياء اللي الناس تمدحها، وهو بنفسه تلقاه ما هو مقتنع بهذا الشيء. فأنا دائما أقول شق طريقك بنفسك. أنا أحب دائما اللي يمشي على خراس، ما أحب اللي يمشي على أهواء الناس. شكرا يا حبيبنا. فدائما ابحث عن الشيء اللي يناسبك أنت، ما عليك من الناس. مو ضروري الشيء اللي يمدحونه الناس معناته حلو، ولا هو ضروري الشيء اللي يذمونه الناس معناته سيء. أوكي، خلنا نشوف أستاذي. عندي موضوع مهم. إذا عندك موضوع مهم الأفضل خليه على الرقم الموجود بسنابي. ادخل على سنابي في الرقم هذا واتساب، تواصل مع الرقم هذا أفضل لك يعني. طيب، خلينا نشوف. طيب، وين كأس العالم يا أستاذ سعد؟ موجود، هذا هو قدامي هنا. أوكي. ممكن، ليش لا؟ دائما شوفوا، خلوني بقول لكم حاجة. الأشياء اللي خاصة فيكم هذه خذوها مني نصيحة لله في الله. الأشياء اللي خاصة فيكم دائما خلوها على الخاص، أو خلوها مثلا اتصال مباشر. يعني مثل الحين اللي يطلعون بالبثوث يفسرون أحلام. أنا يا واحد ضد أن الواحد أمام الملأ يقول أنا تحلمت بكذا كذا 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 كذا، والطرف الثاني ما تفسير الحلم كذا كذا كذا. أنا ضد هذا الشيء. يا أنك تتصل عليه يا أنك ترسل بالخاص. ليش؟ عشان وقيسوا على كل شيء، مو بس تفسير الأحلام، على كل شيء. أي حاجة خاصة فيكم لا تطرحونها في البثوث بشكل عام. خلها بينك وبين الشخص على طول. أفضل كذا، أنا أشوف أنها أفضل. لأن ما تدري ولا تضمن إيش اللي ترك. أحيانا تجيب العيد بنفسك والله صدق يعني. وبعضهم يعني وهو يتكلم يعني ما يدري وش بيقول هو. خلنا نقول مثلا ينسجم بالإجابة فيجيب العيد فيك وانت ما تدري. الأفضل انك يكون تواصل خاص، أفضل لك انت. تلمع وصافي. اوكي، يا كثر ما تسألوني عن البشرة. اوكي، ابشر استاذ سعد، محبينك يا لب روحك. الله يسعد ايامك يا رب. صاير دب. انا دائما اقول لكم الواحد اذا كثرت فلوسه يسمن. اذا شفتم الواحد معصقل ادروا انه طفره. دائما لا سمن الواحد اعرفوا انه دخل بالنعمه الولد. وش دخل؟ يقولون ان الكرشه مربوطه بالمال. كل ما كبرت كرشتك وسمنت انت بشكل عام، يعني كل ما ثروتك صارت كبيره ما شاء الله. فاذا شفتم الواحد بادي يسمن تعرفوا عليه على طول، ضبطوا الوضع. آمر
طيب نبي فلوس 50,000 يا غيمة. وقف تمارين. التمارين تنحف ما تسمن، انت فاهم غلط. يقطع البث. سو تحديث او اطلع وادخل. وش الخبر المفرح؟ شكلكم كلكم تتابعون سنابي، عارفين السنابة. يمكن ما تابعتم السنابة اللي بعدها لاني لمحت، انا اعطيت تلميحات كذا. يقطع من عندك. ممكن. شكرا يا المكبسين. ايش في سؤال عن وين اللي سأل عن القماش وين؟ كأني لمحت. وش اسم قماش ثوبك؟ والله ما أدري صراحة، يعني وقتها أنا عارف القماش بس إني عاد مع مرور الأيام نسيت. حبايبي يا المكبسين أجمل ناس والله يتعبون. طيب خلنا نشوف. عندي موضوع مهم برضو على الرقم الموجود. أفضل ترى واتساب وليس اتصال، يعني أرسل واتساب. عطني نصيحة تعجبني شخصيتك. ما أدري إيش تفضل، غششني. نصيحة في إيش بالضبط؟ شكرا يا حبيبنا. طيب كل الناس تبي نصايح. شكرا يا سعود. لا شوفوا، أنا أعطي وجهة نظر بس اسأل سؤال، يعني لا تخلي الشيء مبهم زي كذا. اسأل سؤال وأنا أعطيك فيه نصيحة، يعني لوجه الله مجانا، ما ناخذ فلوس يعني. دقيقة بالله. موقف حصل لك نحب قصصك. عاد المواقف يا كثرها. طيب ما شاء الله. شكرا يا حبيبي. دائما أنا أحب اللي يذكر اسم الله. وش الأغنية المفضلة لك؟ ما في صراحة، ما في. ترى أنا ماني متعلق مرة بالأغاني، يعني لدرجة أني حتى ما أحفظ أغاني كثير. يعني صح في أغاني لما أسمعها حلوة وتعجبني وزي كذا، بس ماني من المتعلقين بالأغاني. والله لا يجعلنا من المتعلقين في الأغاني يعني. يا لب روحك، الله يسعدك، إنسان راقي. شكرا يا حبيبنا. وش آخر مطعم رحت له؟ البخاري اللي جنب الحلاق. هذا آخر مطعم جيته أنا. وحش يا أستاذ سعد حبيبي. أوكي. صدق والله ما أدري. لا والله ترى صدق. شوفوا أتكلم معكم عاد الحين بالمنطق. شوفوا لا تتعلقون. تبونها نصيحة، تبونها يعني مجرد فضفضة، فهموها زي ما تفهمونها. لا تكونون من الناس اللي متعلقين ومتعلقة قلوبهم بالأغاني. هذه كنصيحة مني لكم، وانتم عاد بكيفكم، يعني كل واحد عقله براسه. طيب دقيقة. جزاك الله خير. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. عشان كذا أنا بفضل الله ماني من المتعلقين بالأغاني. أسمع أغاني كذا يعني تخبيص، يعني MBC وصلى الله وبارك FM ولا أي شيء ومشى الأمور، ولا هو غالبا يعني مش أغلب وقتي. طيب كم يعني تقصد كم وزني ولا إيش؟ ما فهمتك. كم وزني أنا يعني؟ أتوقع أني الحين يعني تخطيت حاجز 186. الأسبوع هذا زايد يمكن 3 كيلو. أنا كنت 195، فالأسبوع هذا
وزني زايد تقريبا 3 كيلو. فوصلت انا الحين تقريبا 80. قبل امس كنت انحف، كان يمكن 198 141 زي كذا. طيب. اوكي. طيب اتحدى واحد فاهم الموضوع. ها عاد تؤمنون بالله، شوفوا جاي على بالي اقيس طولي مع وزني، لاني من زمان مره ما قست الطول مع الوزن. فجاي والله على بالي اقيس طولي مع وزني بشوف. ما يعني انا اذكر زمان، والله ما ادري قبل كم سنه، يعني زمان اتوقع ممكن خلنا نقول ماني عارف بالضبط متى، بس شوفوا خلوني بقول لكم. يعني انا اذكر ايام الطفوله ما ادري كم كان عمري، كان طولي تقريبا 80 سنتي 75 سنتي، لسه ما وصلت 100 يعني. هذا ايام الطفوله، ما ادري كم كان عمري وقتها. طيب اليوم ناوي الف مخكم. ها طيب ما ادري والله، يمكن كان طول، يمكن كان عمري يمكن 7 سنين 6 سنين، ما ادري بالضبط كم. فمن زمان صراحه، من زمان ما قست انا طولي مع وزني، ما قستها. يعني قصير. شوفوا انا لاني يعني ماني انا قصير، كلام هذا يوم كان عمري 6 سنين تقريبا او 7 سنين، ما كنت قصير وبنفس الوقت ما كنت طويل، خلاص يعني كنت وسط. كان هذا الكلام يوم عمري، ترى اتكلم لكم انا يوم كان عمري 6 سنين 7 سنين 6 سنين 5 سنين يعني بالاعمار هذه. اوكي شكرا. طيب بس ان شاء الله اني بقيس انا الطول مع الوزن. ما ادري هي موجوده الان ولا ما هي موجوده. انا اذكر اللي تحط ريال ويطلع لك الطول مع الوزن، اللي قاس قريب. موجوده هذه الامور ولا ما عاد هي موجوده؟ موجوده ولا لا؟ والله انك ضرب محترم حبيبي، والله من بعدك. موجوده هذه ولا لا؟ اللي تحط ريال، مدري 10 ريال، ناسي بعد 10 ريال صارت ب10. اي صحيح صارت ب10، لحقت عليها انا يوم 10، بس لا زالت موجوده ولا لا؟ ودي اروح لها، دلوني على مكانها بالرياض. وين صارت ب50؟ لا بس دلوني عليه وين. صيدلية الدواء، والله موجود صيدلية الدواء والوزن المثالي في كل فروع صيدليات الدواء. المشرفة سجلي لي المعلومة هذه بعد البث، ذكريني فيها. اوكي خلني بروح بشوف. والله من زمان انا ما قست الطول، من زمان فعلا يعني. منور شيخ سعد، يا هلا وسهلا، حياك الله. طيب اوكي يا لب روحك حبيبي والله. بالله لحظة. ايه خلاص ذكريني يا المشرفة، ذكريني عاد، يا بعد البث يا بكرة ان شاء الله الصباح او الظهر كذا، ذكريني ان شاء الله اني بقيس اليومين هذه ان شاء الله بقيس. ابى اشوف انا خلي الوزن هين، انا عندي ميزان وعارف وزني، بس ابغى الطول من زمان. اتوقع ان طولي، في احد منكم قابلني على الطبيعة الموجودين الان؟ اللي قابلني على الطبيعة يقول انا
صاير أجمل وأحلى من قبل. وش السر؟ ملعقة عسل على الريق، الله يسعدك. بال70. طيب توقع طولك 170 170 170. لا شوفوا، ما هو 170. أنا آخر مرة قست الطول ميزانين، واحد أعطاني 174 وواحد أعطاني 172. هذا قبل فترة. الآن ما أدري، بس أتوقع إنه خلاص ما عاد فيه أطول من كذا، ما فيه خلاص، ما عاد ننمو يعني. فهي يا 172 يا 174. نبغى لنا ميزان دقيق يعني. بنروح للصيدلية اللي قلتوها إن شاء الله ونشوف. أنت مبين 150. لا 172 أو 74، بس بنتأكد ونشوف. لازم الله يكرم السامعين نشيل الجزمات ونشيل أي حاجة تخليك طويل، وبقيس كذا يعني بدون أي حاجة. دخل الميزان بالطول، الطول بالمتر. اي ادري ان الطول بالمتر، هو مكان واحد يعطيك الوزن مع الطول كلها. كلك عسل على بعضك. شكرا. اوكي استاذ سعد، عمرك هل وصلت 30؟ لا لسه، انا 18 و4 شهور. تقريبا دخلت 5 شهور، 18 و5 شهور. بقى له يوم واحد. خلنا. مبروك جاك مولود، الله يبارك بيامك إن شاء الله. جاني مولود فعلا وسميتها حصة، وبعدين زعلوا علينا المستشفى، قالوا كيف ولد وتسميه حصة؟ قلت والله عاد أنا أبغى اسم حصة، عندكم مانع؟ ولدي وكيف يسميه اللي أبي. مبروك، يبارك بيامك إن شاء الله. أوكي يا لب روحك، الله يسعد قلبك. خلنا نشوف. عندك 3 عيال قبل الأخير ولا لا؟ بعد الأخير لا، 7 صاروا كلهم 7. أنت ما حسبت الباقيين، أنت حسبت بس اللي تعرفهم. يا لب روحك. خلينا نشوف. في مجال تطول بعد. أقول لكم حاجة عن الطول تحديدا. يقال الناس اللي بيطولون أنفسهم، يعني أنا ما راح أطول نفسي، بس يقال إنه في طريقة معينة يستخدمونها بعض المستشفيات، ما أدري موجود عندنا ولا ما هو موجود، يخليك تطول تقريبا يعني أنا ما أدري قريتها، ما أدري قالوا 2 سنتي 5 سنتي بالأمور هذه. أنا شخصيا أشوف، يعني كل واحد له وجهة نظر، أنا شخصيا أشوف خلك على طولك الطبيعي. أنت حلو سواء كنت قصير ولا كنت طويل، ولا الحلو ما يحتاج. يعني في ناس جمالهم بقصرهم سبحان الله، وفي ناس جمالهم بطولهم، وفي ناس جمالهم بأنهم متوسطين الطول. فلا تخرب نفسك وتدخل في متاهات وتدخل في أمور، لأن بعض التدخلات الخارجية تراك تحس نفسك ما تدخل نفسك في متاهات أنت أساسا في غنى عنها. طيب ما أدري والله، بس أنا قاري الموضوع هذا لكن ما أنصح فيه أبدا. أوكي. والله أنك قصير. الحلو سواء قصير سواء طويل سواء دب سواء نحيف سواء أبيض أسمر أخضر بني كستنائي، الحلو ما يحتاج. ما شاء الله. طيب. أوكي. مكتوب في قصدك في بعض المستشفيات، ما أدري والله ما أدري. يعني لا تأخذون الكلام إلا من مصدر موثوق. ترى ما ضيع الناس إلا يقولون وتروح سالفة وتجي سالفة كلها يقولون، وكل ما جت عند واحد زود عليها يقولون ثانية بعد.
فلما توصلك 20 يقولون. ابشر ابشر. دقيقة بالله. ابشر يا دباب، يعطيك العافية. اسمك دباب ولا لقبك دباب؟ استاذ سعد، نحتاج نصائح زوجية. النصائح الزوجية يا طويلين الأعمار، أفضل نصيحة زوجية أقدمها لكم من خلال هذا البث: لا تدخلون حياة الناس في حياتكم، ولا تطلعون حياتكم للناس. هذه أفضل نصيحة زوجية أنا أشوفها بين الأزواج يعني. يا لب روحك، الله يحبك مثل ما حبيتنا. طبعا أكيد، هو ما خرب الناس إلا يقولون 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 يقولون. خلينا نشوفك، خلينا نشوف ولا نشوفك يا أبرار؟ ما فهمت. طيب طيب طيب، خلونا ندخل نشوف الناس اللي نعرفهم موجودين ولا لا. ليش اليوم الناس نايمة ولا إيش السالفة؟ ولا في مباراة اليوم؟ وين الكرسي الفخم حقك؟ الكرسي الفخم حقي جاني واحد قال لي: يا سعد، عندي لقاء بالتلفزيون فابغى اتسلفه منك. قلت يلا ابد، جاك الكرسي. فخذاه بيوديه للتلفزيون، عنده لقاء. ابى اسوي فيه مقلب مثل هذاك اللي دق عليه، قال الظاهر انه يمني، اللي قال من معاي؟ قال معك صاحب البدله. انا بيقول من معاي، بقول معك صاحب الكرسي. طيب. أحب تواضعك، شكرا يا حبيبنا. متى ينعرض المسلسل؟ دائما أقولكم أنا ما صرحت، ما قلت مسلسل ولا قلت فيلم ولا قلت مسرحية، ما قلت شيء. أنتم ليش حددتوه مسلسل؟ مين قال لكم مسلسل؟ في تسربات طالعة من يمين ومن يسار. أحبك الله فيما أحببتنا فيه. طبعا أكيد. دقيقة بالله. الله يسعد أيامك يا رب. أستاذ سعد، ممكن تعلن لنا؟ والله ما أقدر أقول لك لا إيه ولا لا. تواصل مع الرقم الموجود ويجيك الرد إن شاء الله. مساء النور، أهلا وسهلا يا أخي، شخصيتك عسل يا أخي، شكرا، الله يسعدك. طيب وش سوينا حنا؟ شكرا يا حبيبنا. أستاذ سعد، علمنا وش الخبر اللي جاك. لا ما أقدر أقول. أبدا ما أقدر أقول. طيب طيب طيب. أستاذ سعد، آمر تدلل. اللي يقول أستاذ سعد كذا لا تقول لي كذا، على طول اسدح سؤالك. شكرا يا ما شاء الله. أوه ما شاء الله، شكرا. من اليوم والله دي قاعد أشوفك. اعتق كلمة يا حبيبنا. أبشر يا حبيبنا ولا يهمك. تامر أمر يا حبيبنا، ما طلبت شيء أبدا. يا أخي الناس نفسيات، إذا لسانك زين قالوا لا غير، وإذا لسانك شين قالوا لا غير. يا أخي نفسيات الناس قسم بالله، والله نقدر. طيب. مشاكس، شكرا يا حبيبي. كيف أتواصل معك؟ في رقم موجود بسنابي وفي سنابي كلها، تبي كذا ولا كذا ما عليك. أنا إنسان قريب من متابعيني ترى، ما ليس بالصعب أنك توصل لي، أسهل مما تتخيل. طيب 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 طيب.
الإدارة ما ترد علينا، أفصلهم بكرة وأعين إدارة جديدة، ما عندك مشكلة. بس لا شوف، أنا بقولك شيء على حسب موضوعك وشو، على حسب الموضوع هم يردون ولا ما يردون. يعني بعضهم يكتب مثلا من ضمن الأشياء اللي هم يوصلونها لي، بعضهم يكتب شلون أقولك، مثلا ممكن سؤال هذول وش ردون عليهم، يعني ما في رد. فأنت لما تتواصل اكتب الموضوع كامل، عشان هم لما يدخلون يقرون الموضوع كامل ويردون على الموضوع. اوكي خلنا نشوف، والله ماني عارف بس خلنا بنشوف. طيب 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 طيب، دقيقة أنا بس بشوف. أستاذ سعد آمر تدلل، هل أنت مرتبط؟ يا حلوك شكرا. كيف يعني هل أنا مرتبط؟ هذا سؤال في إن مرتبط من أي ناحية؟ طيب يا طيب، تطيب أيامك يا رب، تطيب أيامك وتطيب سنينك وكلك إن شاء الله. طيب مرتبط إيش؟ أوكي، وش معناتها هذه؟ فسرها لي، أنا ما أعرف، ترى أنا اللي أعرفه مرتبط إنك يعني واحد رابطك مثلا من يدك ولا من أي مكان، ورابطك بشجرة ولا بنخلة ولا، هذا اللي أنا أعرف يعني معنى كلمة مرتبط. في معنى ثاني لها عندكم ما أدري. طيب. أوكي. دخلني قست يا سعد، أما أنا قايل لهم افتحوا الباب، افتح الباب يا حبيبنا، ما افتحوا لكم الباب يا أخي. أنا أكره اللي ما ينفذ التعليمات على طول، ترى قايل لهم أنا قبل يمكن نص ساعة من بداية البث قايل لهم افتحوا الباب. طيب. طيب. اوكي، مرة شفتك في مطعم، اهم شيء تعشيت معاي ولا لا؟ لان انا ترى بالعادة اللي يقابلني خليه يتعشى معاي او يتغدى معاي او يتقهوى معاي. صدق عاد، يعني تعشيت معاي ولا لا؟ اذا ما تعشيت معاي معناتك ما سلمت علي، لان مستحيل احد يسلم علي واخليه يروح، مستحيل يعني، ممكنك شايفني من بعيد بس. اوكي. كريم يا استاذ سعد، طبعا اكيد. وش كنت تسوي؟ قصدك في، ما هو مع في، صح؟ قصدك في. خلنا نشوف بالله دقيقة بس، اللي يطلبون قستات الله يسعد أيامكم. ما يفصل يشتري جاهز. وشو اللي ما أفصل أشتري جاهز؟ قصدك ثوب يعني؟ قصدك ثوب يعني؟ في أظن في ثوب اسمه ثوب في ثوب جديد طالع جاهز، ما هو تفصيل، عليه مدح كثير صراحة. طيب ولا يهمك أبشر. ثوب الأصيل والله إني ما أدري، بس في ثوب جديد تو طالع من الثياب الجاهزة عليه مدح والله كثير، يعني كل الناس اللي جربوه يمدحونه، ما أنا ناسي الاسم بالضبط، لكن ممكن نجربه يوم من الأيام، ليش لا يعني، بنشوف. طيب طيب طيب، كم برج عقاري عندك؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ وش عمرك المفضل؟ كيف وش عمرك المفضل؟
وش عمرك المفضل كيف يعني؟ آه، عطرك المفضل، اوكي. عطري المفضل في الصيف الآن يعني في الوقت هذا، ولا قصدك في الشتاء؟ استاذ سعد آمر تدلل، يا اللي تطلب قسط، الله يسعد أيامك. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مساء السرور. جد ولا لسه؟ جد ولا لسه؟ ايش منور؟ نورك الله يسعدك، منور يا قلبي، نورك الله يسعدك. ما هي روايتك المفضلة؟ البقرات الثلاثة. أنا واثق إنه في واحد الحين بالبث ميت ضحك لأن هذه تشفيرة بيننا إحساسي كذا. خلنا نشوف مين هذا اللي طالب قسط، الله يسعد أيامك يا رب. صيف وشتاء؟ لا، ما ينفع صيف وشتاء، لازم أنت تحدد شيء معين. بقينا ربع ساعة ونقفل. إذا عندكم عاد أسئلة جدية خلوا عاد الاستقبال والطقطقة، إذا عندكم عاد أسئلة جدية اسألوها، لأنه 11 حكم بقفل. صيف. في الصيف ما أحب شيء معين صراحة، بالشتاء أحب شيء معين. شكرا يا حبيبنا. نسأل بس ما تجاوب، لأن الأسئلة مكررة 10 سنين وأنا نسأل الأسئلة هذه. ودي سؤال كذا يخليك فعلا تأخذ الموضوع بجد يعني. لا، آخر ربع ساعة أنا دائما أحب أنها تكون أسئلة، ناخذ الأمور يعني بجد أكثر، مو استهبال. شكرا يا الإعلامي، والله إني ما قرأت الاسم، يا رب الله لحقنا على لا آخر ربع ساعة دائما أحب أنها تكون أسئلة. الإعلامي محمد القحطاني، أهلا وسهلا، أهلا محمد، منور. معلش لأن ما يطلع الاسم كامل لين أدخل. نورتنا، يا هلا وسهلا. أبي فكرة مشروع بسيط ومربح. شوف، فكرة مشروع بسيط ومربح، إذا تبي شوري أنا لك، لا تدخل مشروع لأنك تبغى بسيط ومربح، لا تدخل مشروع، ادخل استثمار. بتقول لي طيب وش الفرق؟ الحين بيجي واحد يقول وش الفرق؟ طيب المشروع هو الاستثمار مدري ايش مدري. هذا جاهل مو فاهم شيء. تواصل على الرقم الموجود بالسناب أو راسلني بالسناب، تمام؟ أبدلك على استثمار حلو وبسيط وعلى طلبك يعني ومريح. أفضل يعني، أنا أشوف أفضل. هذه وجهة نظر وأنت بكيفك عاد. استاجر ايش؟ شوف، اللي بدلك عليه ما هو إيجار ولا هو شراء ولا هو مثلا من المشاريع الكبيرة والضخمة ومدري ايش. انت بس تواصل معاي وبدلك على شيء حسب وجهة نظري. انا اشوف انه هذا من افضل الاستثمارات. ان الله وفقك ودخلت فيه بتدعيني. السؤال اللي بعده، اعطونا اسئلة، دام باقي 10 دقائق وبقفل. ما قصرت، لا أبد، عادي بالعكس يعني. أصلا أنا تقريبا يوميا بسنابي هذه الأمور وهذه المواضيع موجودة يعني، للي سأل واللي ما سأل، بالعكس نعين ونعاون. طيب خلنا نشوف. أستاذ سعد ليش ما تسوي بودكسات؟ والله ما عندي وقت. أنا إنسان السوشيال ميديا كلها على بعضها تراني مخليها وقت فضاوة كذا، وقت فراغ أوكي، بس إني مهتم ومركز ومدري إيش، لا والله صراحة عندي أشياء أهم.
اوكي. والله عاد هو كاتبها كذا، يعني قاعدين تضحكون عليه، يمكن غلط الرجال، يمكن ما جابها صح. وش سر صفاء بشرتك؟ زبادي قبل النوم بالليمون، هذه بتعجبك صراحة يعني. سمعنا انك بتمثل. هو مثلنا وخلصنا، بس لسه ما نعرض الموضوع، التصوير خلصناه. اوكي استاذ سعد، طمنا عنك، ان شاء الله بخير بخير يا من العافية، الله يسعد ايامك. انت من اي فخذ من عنزة؟ من الفخذ الايمن. اوكي. ايش المسلسل؟ ما قلنا مسلسل، ما قلنا مسلسل. من وين جبتم مسلسل؟ استاذ سعد ما شاء الله، فين تفصل ثيابك؟ اعجبني التفصيل والقماش. بالبوفية اللي ورا المحطة. انت قايل مسلسل، غير صحيح، ما قلت مسلسل. طيب السؤال اللي بعده، باقي لكم 9 دقائق بس. استاذ سعد، استشارات الاعمال عندك بمبلغ، ما هي استشارات؟ انا ما اعطي استشارات، انا اعطي وجهة نظري بس. يعني تقول لي اشتري النظارة هذه ب1000 ولا اروح اخذها بالجملة ب999، اقول لك اخذها بالجملة ب999، والريال اللي توفره هذا اشرب فيه مويه. يعني كذا بس اعطيك وجهة نظر، ما اعطيك انا استشارات. طيب. اوكي طيب، الله يسعدك يا منيرة. منيرة ولا أميرة؟ أوه صح. شكرا شكرا يا مين، أميرة، شكرا. أحبك الله فيما أحببتينا فيه. ليش رفضت هدية الجزيرة اللي جتك فيها نخلة ميتة؟ الواحد يا يهدي شيء كامل يا لا يهدي، أما تهديني جزيرة كاملة وآخرتها فيها نخلة ميتة، وش الفائدة كذا من البداية؟ عزة ما ينفع. دوم يا رب الضحكات، دوم. ايش رايك بالاستثمار بالذهب؟ في افضل، ما اقول لك انه ما هو زين، حلو، بس فيه افضل، في افضل. شوفوا انت دائما، خلوني بعطيكم نصيحة عامة، خلاص، دائما اذا جيت تبغى تستثمر بشيء معين، خلاص خذوها نصيحة مني، دائما ابحث عن الافضل والاضمن والاريح. اذا هذول الثلاثة اجتمعت في شيء معين ادخل. حلو حلو. هل هذا معناته انه كل الاستثمارات يعني ما هي حلوة بس هذا الحلو؟ لا، كلها حلوة، بس دائما ابحث عن اللي فيها الثلاث نقاط هذه عشان انت تريح بالك. يعني مثل ما يقولون في استثمارات ترى وانت حاط رجلك على رجل، الله يعز السامعين ان شاء الله، يجيك دخلك وانت جالس. ففيه افضل، ليش اروح اخذ شيء المخاطرة فيه عالية، ولا لازم مبلغ عالي، ولا يعني فيه ربح وفيه خسارة؟ لا، في اشياء افضل واضمن واريح، يعني في مستوى راحة. وينك يا استاذ سعد؟ اشتقنا لك. والله اني رايح، بجيكم انا بكرة، يعني هذا خيالي، يعني انا بكرة ان شاء الله برجع. امين يا رب. طيب حسب خبرتك هل تتوقع ينزل سعر العقار ولا لا؟
دائما أنا أقول إذا تبغى حسب خبرتي، دائما أنا أقول العقار يمرض ما يموت، يمرض ما يموت. فأي أحد يدخل المجال العقاري أموره بالسليم بإذن الله. أغلى هدية هي أرخص هدية من شخص غالي، هذه أغلى هدية بالنسبة لي أنا. طيب خلينا نشوف. طيب بكرة في بث الصباح؟ لا. باقي أسئلة ولا خلاص؟ أي تجارة حلوة، أي تجارة. شوف، لا تسأل وش رايك بالتجارة الفلانية ولا الفلانية ولا الفلانية. شوف الشيء اللي أنت تقدر يعني تنجح فيه واستعن بالله وادخل. أي تجارة حلوة، حتى لو دخلت تجارة وخسرت فيها أنت تبقى أفضل من اللي ما دخل تجارة. يعني أقلها استفدت خبرة. أنت الخبرة كيف تجي من التجربة والمحاولة والفشل والتكرار، وهذا بعدين يقولوا لك هذا صاحب خبرة. ما في أحد صاحب خبرة جالس في البيت. طبعا أكيد. طيب مين تتوقع بطل الكأس يعني؟ والله ما أدري. المشرفة ثبتي السناب، ضيفونا على سناب يا جماعة. تمام، ضيفونا على سناب واكتبوا أسئلتكم هناك بالسناب. روحوا لآخر صورة موجودة اكتبوا الأسئلة عليها، لأنه خلاص باقي دقيقتين ونقفل. ليش تقفل الساعة 11؟ لأني أحب الواحد إذا جاء جنب الواحد كذا شكل الساعة يجي حلو كذا، واحد مرة جميل. طيب وين في سؤال عن السناب، دقيقة. وينه؟ لحظة يا جماعة لا تكتبون. في سؤال عن السناب، اصبروا يا اللي تطلب قسط، الله يسعدك. خلنا نشوف. طيب بالله لحظة. هذا سناب، شوفوا اللي ثبتوا المشرفة ضيفونا عليه واكتبوا آخر سؤال هناك. قصدي اكتبوا أسئلتكم على آخر سنابة أنا منزلها. لا تقفل تو دخلت. أوكي صحيح يا ايش اسمك، رواف ولا رؤوف؟ طيب عموما الله يسعد ايامك. عموما نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكل من كتب كلام جميل، شكرا للداعمين، شكرا للمكبسين. أدري أن سريع البث كذا خفيف لطيف، بس ما في والله وقت أكثر من كذا، لكن نشوفكم إن شاء الله بعدين. بكرة إن شاء الله في بث. الشكر موصول طبعا للمشرفة على إدارتها للبث. اللي يقولون لا تونا داخلين والله أنتم اللي جايين متأخرين، بس عندكم السناب ما عندكم أي مشكلة، عادي تواصلوا على السناب وأبشروا. من العين هذه قبل العين هذه أبنزل لكم بعد شوي صورة كل أسئلتكم، تمام؟ اكتبوها على الصورة نفسها هذه. شكرا يا محمد. اكتبوا كل أسئلتكم، اكتبوها على الصورة اللي بنزلها بعد شوي. شكرا يا محمد. تمام. وش الخبر السعيد؟ قلناه بداية البث، يعني انت جاي متأخر يعني راحت عليك. راحت عليك.
المفروض انك جاي بداية البث. كلنا تو دخلنا، يلا ما هي مشكلة عادي، معوضين ان شاء الله خير. شكرا يا محمد، معوضين خير ان شاء الله، ما عليه. والله يا هيفا ما عليه، المرات الجاية ان شاء الله، المرات الجاية. بس دائما اقول لكم، انا دائما اقول لكم، لان انا في البثوث ماني منتظم، يعني ابث يوم واقطع يوم وكذا. دائما اقول لكم خلوكم على السناب، لان السناب يعني دائما شبه يومي، مو شبه يومي، يوميا. ليه انتساب؟ اقول سناب مو انتساب، الله يصلحك. يلا عموما نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلاص جت الساعة 11. الشكر موصول للمشرفة على إدارتها للبث، شكرا يا محمد. مثل ما قلت لكم الآن، أول ما أقفل بفتح لكم صورة على السناب، على طول أنتم هناك علقوا عليها. في أمان الكريم. شكرا يا غدير، شكرا.